واضحه من بلومي حقيقة. لا 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 لا، لقطه عباره عن اصطدام ثنائي، لكن في الواقع بلومي يبعد الكره الى تماس، وهذا امام احد مهاجمي او نظن المدافع الايسر للرجاء مسلك خالد. والروح الرياضي حقيقه سادت المقابله منذ بدايتها، وربما نشاهد الاعاده. المهم ان هناك تسامح وتآخي ما بين اللاعبين، ونشوف اللقطه حتى نتاكد ان كان هناك خطا، لكن مع الاسف اللعب رايح يتواصل، اذا ما شاهدناش اللقطه. وركنيه، نعم ركنيه لصالح فريق الرجاء البيضاوي على يمين الحارس بركان كراشاي. اذا بدايه سريعه بالنسبه للرجاء، كانه حاول باش يغير الطريقه نتاع اللعب نتاعو بعد الاستراحه. وبركان بكل قوه، بركان بكل قوه هو وزملائه مؤدين دورهم كما ينبغي في هذا اللقاء، والجميع حقيقه الجميع يشهد بهذا. بعد الشوط الاول اللي انتهى بالتعادل، نذكر نتيجه بيضاء 0-0 ما بين الفريقين، الجميع واخواننا المغاربه بالدرجه الاولى يشهدون على ان فريق مولودية وهران حقيقه لعب كما ينبغي، والنتيجه بيضاء 0-0 ما بين الرجاء اللي كان منتظر منه طبعا باش يؤدي مباراة احسن ربما من خلال جمهوره ويلعب في ارضية ميدانه. وشريف الوزاني يبعد الكرة، تبقى لصالح فريق الرجاء، وتبعد كذلك من جديد من طرف المدافعين. والحكم السيد بابكار سيني من السنغال يشير الى نقطة التماس، تماس لصالح خالد مسلك وزملائه قبل ما تخرج الكرة دائما لصالح الرجاء، لصالح الرجاء بقيادة سعيد صديقي. واستفادة أخرى استفادة أخرى من ركنية، لكن ما عندي ما أقول. طبعا صورة وحدها تشرح ما جرى. مفروض الالتزام بالرزانة والهدوء، وإذا كان اللاعبين طبعا تاع الرجاء النتيجة تعتبر ماهيش لصالحهم من كون التعادل، لكن طبعا هذه الإعادة نعم دفع من طرف الصديقي على فوسي. المهم التسامح هو المطلوب وهو الأكيد وهو الموجود كذلك ما بين اللاعبين في انتظار تنفيذ هذه الركنية من سعيد صديقي رقم 6 على يمين الحارس بركان حارس مولودية وهران، والسيد بابكر سيني في توجيه الارشادات نتاعو للاعبين قبل تنفيذ الركنيه مرفوعه. والحارس بركان بعد لقطه ساخنه، مش عارف حقيقه يشير الحكم الى هدف في الوقت اللي كانت اللقطه نوعا ما سريعه وفي نفس الوقت غامضه، كون احتجاج اللاعبين تاع مولودية وهران. نشوف الإعادة حتى نتأكد مما جرى. شوف الكرة الأولى بعد ضربة رأسية من سالف نداي حسب ما يبدو، ثم تدخل من ولد مول اللي دخل في بداية الشوط الثاني، والكرة اصطدمت بالخشبة وخرجت. ما فيش هدف طبعا. شوف الإعادة وإبعاد الكرة، ما فيش هدف واحتجاجات من اللاعبين تاع مولودية وهران. إذن شوف أنا ما فيش هدف، لكن الحكم السنغالي السيد بابكر سيني نظن مصر على قراره والموقف نتاعو. حقيقة شفنا اللقطة واضحة ويستفيد فريق الرجاء من هذا الهدف، ولو أنه كما شاهدنا ما كانش هدف حقيقي وما كانش هدف شرعي ما دام الكرة ما دخلتش للشبكة وما فاتتش الخط نتاع مرمى الحارس بركان واللاعب متوقف. احتجاجات مشروعة احتجاجات مشروعة من لاعبي مولودية وهران بقيادة الخضر بلومي، لكن ماهيش عارف الحكم يشير إلى نقطة الوسط. وإعادة أخرى للقطة، الضربة الرأسية من سالف نداي، وجود اللاعب ولدمو المهاجم تاع فريق الرجاء البيضاوي رقم 14 وتدخل الحارس بركان. الكرة تصطدم بالخشبة نشوف وتنزل للأرض، لكن ما دخلتش ما فاتتش الخط نتاع المرمى قبل ما تبعد من الدفاع. المهم الجمهور يحكم على اللقطة والجميع يحكم على هذه اللقطة وعلى
القرار نتاع الحكم السيد بابكر سيني من السنغال. هذا الحكم الرابع اللي كنا شاهدناه من المغرب السيد العباسي في تهدئة اعصاب المدرب او المدير الفني السيد عمار رويلي. حقيقة شيء طبيعي انه يحتج لان ما فيش هدف، لكن الحكم يقول هدف، وطبعا ما دام الحكم هو سيد القرار فما يمكن عمله اذا في مثل هذه الحالات. طبعا شيء من هذا القبيل يفشل مجهودات اللاعبين. وشاهدنا الاعادة وتأكدنا جليا بانه ليس هناك هدف لصالح الرجاء، لكن الحكم السيد بابكر سيني يقول الهدف ووضع الكرة في وسط الميدان. وكان حقيقة لاحظنا كذلك كون الحكم المساعد حكم تماس بقى في مكانه وما نزلش الى وسط الميدان، ومعي الزميل عبد القادر الشنيوني اللي شاف كما احنا الكل شاف اللقطة ورايح يعطيني طبعا هو كذلك رأيه في هذه الامور وفي هذا المشهد. الغريب في الامر انه اولا كان فيه تردد من طرف الحكم، الكرة ما دخلتش هذه. وثاني حاجة انه مساعد الحكم ما تحركش من مكانه ثم اشار له ما فهمناش واش معناها الاشارة، هل هدف او لكن في القانون عندما الهدف يكون شرعي اولا مساعد الحكم لازم يعود لوسط الميدان بقى في مكانه، هذه واحدة. ثاني حاجة الحكم الرئيسي تردد ومن بعد ما اشار له مساعد الحكم فاعلن على الهدف. في الحقيقة شيء غريب واحنا كنا نشوفه في اللقطة والله الهدف ما هو شرعي. وفعلا كما كان قال عبد القادر على كل حال شفنا ان الكرة كانت عبارة عن تدخل شرعي، وكذلك عدم نزول الحكم المساعد السيد بكري صار الى وسط الميدان على كل حال اعطاء شرعية تم شرعية كاملة للهدف في الوقت اللي اللاعب متوقف نظرا لاحتجاج قائد الفريق بلومي على هذا القرار حقيقة القرار اللي ماهوش عادل، والجميع يقدر يتأكد من هذا طبعا من خلال الصورة. رايحين كذلك نحاول باش ناخذ رأي نتاع احد الزملاء من الاذاعة او التلفزة المغربية باش نشوف ان الهدف على كل حال ماهوش شرعي طبعا، وما نقدرش نقول اكثر من هذا، ولو ان الحكم هو كما قلت سيد الموقف والقرارات نتاعو لا رجعة فيها حتى ولو كانت يعني ماهيش من العدالة بمكان. المهم اننا ننتظر الان في مواصلة اللعب، وحقيقة فريق مولودية طوران ما يستاهلش الشيء اللي الان رأيناه لانه ادى دوره كما ينبغي في الشوط الاول ولعب حقيقة كما ينبغي وسيطر على مجريات الامور خلال الشوط الاول. والسيد رابح سعدان غير اولا منهجية اللعب ثم حتى من اللاعبين نتاعو بدخول ولدمو المهاجم الخطير المعروف في صفوف الرجاء البيضاوي رقم 14. المهم المقابلة متواصلة الان بنتيجة هدف مقابل 0 لصالح فريق الرجاء البيضاوي بعد مرور حوالي 10 دقائق لعب الشوط الثاني. نذكر بتشكيلة الفريقين ولو بسرعة. في حراسة مرمى المولودية بركان، الدفاع يتكون من فوسي لباح والناس وبن حليمة، شريف الوزني في الوسط كانت رقم 6، مشري سباح بن يوسف بلومي ومزيان في الهجوم، وفي الاحتياط عندنا عارف العربي بورسلة بالهدف والحارس الثاني بن شيحة. طبعا الان المعنويات نتاع فريق مولودية طوران تتأثر شيئا ما، لكن نعرف ان فريق مولودية طوران اكتسب من الخبرة والتجربة ما يؤهله لمواجهة حتى المواقف الصعبة. المدرب هو السيد معطل عبد القادر والمدير الفني السيد عمار رواي في الوقت اللي الحكم يعلن على مخالفة لصالح فريق الرجاء البيضاوي اللي يدخل بالتشكيلة الآتية: أيد صالح سعيد، زراف، مسلك، سويب وموحد في الدفاع. في الوسط عندنا سعيد صديقي، فوزي القدميري، مديح وخالد مصطفى. في الهجوم الثنائي صالح فنداي وحمراوي عبد الرحيم. ثم دخول ولدمو في بداية الشوط الثاني. الاحتياط عندنا كل من ممدون حسن الحارس الثاني، البوشاري، عبد الجليل، برطال توفيق، ولدمو اللي دخل، ورشيد جبري. والمدرب نتاع الفريق هو السيد رابح سعدان معروف طبعا.
بينما كنت اشرت الى غياب كل من فتحي جمال وتيجاني في صفوف الرجاء البيضاوي، وكذلك غياب كريم ماروك وبلعتوي عمر قلب الدفاع في صفوف الفريق الجزائري مولودية وهران، ليستفيد الان من خطأ بدوره. بالنسبة للحكام عن السادة بابكر سيني، باكاري سار وجبريل داي من السنغال، ومحافظ المقابلة سيلفستر مبونغو من الكونغو، وآيد صالح سعيد حارس مرمى الرجاء كان بالمرصاد لهذه الكرة. الشيء اللي يسمح لنا باش نطلب رأي الزميل والصديق عبد الفتاح الحراق من الإذاعة المغربية باش يعطينا رأيه أولا في الهدف وقرار الحكم، وثانيا في سير اللعب خلال الشوط الأول والدقائق التي مرت من هذا الشوط الثاني. شكرا زميل مرزوقي. اعتقد بانه الهدف هو شيء صعيب صعب جدا على اننا نحكموا على الهدف من الوضعيه اللي احنا كنشوفوا فيها. انما انت اكثر، انا في الاذاعه وفي التلفزه شاهدتي الاذاعه غتكون مهيئه اكثر باش يمكن تحكم على الهدف. انا بالنسبه لي كما سبق قلنا الملعب غير صالح، لانه مع تهاطل الامطار فخط المرمى غير واضح. هذا ما يعطيكش انك تشوف الرؤيه واضحه واش الكره نزلت داخل المرمى او خارج المرمى، انما كيبقى الهدف اللي تحسبه هو هدف غادي ياثر طبعا على المعنويات ديال فريق مولودية وهران. انما المقابله اللي شفناها، هذا السؤال الثاني ديالك، فالمقابله هي مقابله جيده، هذا اللي ما سبقش شفناه في المقابلات الافريقيه اللي كتجمع انديه مغاربيه مع انديه افريقيه. فالمقابله هي سير طبيعي، مقابله كتبين الامكانيات والكفاءات اللي عند اللاعبين اللي مشهورين بها، الكفاءات المغاربيه اللي مشهورين بها. كاين بالنسبه لي انا على ما لاحظت الشوط الاول، كاين بالنسبه لفريق مولودية وهران خط وسط الميدان مملوء جدا، بحيث كيصعب على اي فريق انه يتجاوز هذا خط وسط الميدان. فهذا الخطا اللي وقعت فيه الرجاء البيضاوي، كتحاول تمرر من وسط الميدان، لكن يستحيل على انه فريق الرجاء البيضاوي كان يمكن يسجل لو انه ما حاولش يدار كموقف في هذا الشوط الثاني وبدا رسل الكواري عاليه جدا باش يمكن يتجاوز هذاك خط الميدان. حتى من ناحيه ديال النتائج ديال فريق مولودية وهران كتبين بانه خط هجوم عنده كاسح اللي سجل 14 الاصابه في 6 مقابلات. فهذا كيبرهن على ان فريق مولودية وهران ملأ خط وسط الميدان ديالو، عنده كذلك خط هجوم اللي شاهدنا بانه في الشوط الاول كان يمكن يسجل هدفين، خاصه القذفه ديال اللاعب اللومي اللي ضربت العارضه ورجعت. ففريق الرجاء البيضاوي الان اللي كنشوفوه ما فيهش نجوم، اللاعبين كلهم متكافئين، هذا كيخلي ديك النجميه ما تبقاش. ثم عنده يمكن نقولوا تعادل ما بين الخطوط ديالو، فسير طبيعي، ما كاينش ضغط لا لهذا الفريق ولا لذاك. الارضيه ديال الميدان كذلك كتاثر، لانه الوقت اللي كنشوفوا فريق كيمر بواحد المرحله ديال الفراغ، كيبقى الفريق الاخر ضاغط عليه، كيحاول باش يرجع الكره باي وجه كان، وهذا كيخليه يرتكب بعض الاخطاء. اذا الكره هذه اي اصابه غتكون اصابه بحال اللي كنقولوا حنايا بالدارجه عندنا اصابه ديال الشمته، فما غتكونش اصابه اللي مبنيه بناء اللي جميل. اذا هذا كله يمكن نقول صديق مرزوقي، وكنتمنوا على ان نشوفوا بقيه مقابله جميله. شكرا اذا لزميلنا الاخ عبد الفتاح الحراق من الاذاعه المغربيه. وعلى كل حال المقابله متواصله كما نشاهد جميعا بالنتيجه اللي اختارها الحكم، نقدر نقول يعني بدون مبالغه. ممكن على اننا تاكدنا من هذا كلنا بعد الاعاده من خلال الشاشه، وحتى اصدقائنا المغاربه رايحين يتاكدوا من هذا اذا كان شاهدوا التلفزه مره اخرى. المهم ما نبقاش الا مع هذا الهدف، والنتيجه ماهيش مهمه لحد الان مادام اللعب لم ينتهي بعد. والناس الان بكل قوه لابعاد هذه الكره في اتجاه مشري يحاول الان باش يعتمد على الهجوم هو وزملائه لتعديل النتيجه، وتدخل قوي من خالد مسلك المدافع الايسر امام مشري بشير، اللي لحد الان لاحظنا انه اخطر عنصر في الهجوم في انتظار مراد مزيان اللي معروف كهداف للفريق وكلاعب خطير في صفوف مولودية وهران. نتمنى ان مشري بشير يرجع لمكانه بكل سلام وبكل امكانياته، لانه متاثر من هذا الضربه اللي تلقاها. معايا عمر بالعتوي اللي مع الاسف ما لعبش في هذا اللقاء وما زال متاثر من اصابه بعد تنفيذ المخالفه ورجوع مشري بشير اللي يشوف يطلب الاسعاف، يطلب تقديم الاسعافات الاوليه، لان نذكر تلقى
تلقى تدخلات، كان عرضة لتدخلات قوية حقيقة خلال الشوط الاول، وربما ان فريق الرجاء كان من خلال الاشرطه نتاع الفيديو تعرف على الخطوره والسرعه نتاع مشري بشير وبقيه زملائه. المهم هدف مقابل صفر لصالح فريق الرجاء، ومشري بشير على الصوره متاثر بعد الاستياء وبعد التدخل القوي عليه وبعد الضربه اللي تلقاها. عمر كيفاش تشوف المقابله لحد الان وكذلك الهدف اللي احتسبه الحكم السنغالي السيد بابكر سيني؟ نظن ان الهدف كان ما كانش شرعي، وهذا لان الكره ما فاتش خط المرمى، والفريق تاعنا راه يلعب بطريقه جيده لولا هذاك الهدف. في الشوط الاول كان يعتمدوا على الرجوع الى الوراء والانطلاق بقوه في الهجوم، ونظن ان اللاعبين تاعنا رايحين يديروا حاجه نظن في هذا الشوط الثاني. الحكم ما عرفناش علاش اعلن على هذاك الهدف، رغم ان حكم التماس ما طلعش الخط الوسط، وحنا ماناش فاهمين هاد الحكام هادو الافارقه. شكرا. وانت كيفاش ما لعبش؟ طبعا مازال متاثر بالجروح نتاعك. نظن انا رجلي مازالت ما ريحتش مليح، نظن مازال لي على 15 يوم، وهذا نظن اني رجلي مازال مبلوكيه شويه. شكرا للمدافع عمر بالعتوي قلب دفاع مولودية طهران، واللي حقيقة يتأسف هو كذلك لكونه ما لم يشارك في هذا اللقاء، لكن نتمنى ان شاء الله يكون معافى ويريح ويقدر يلعب في المقابلة الثانية. نبقى اذا مع المقابلة الاولى وانطلاقة من اللاعبين نتاع مولودية طهران، لكن تدخل الدفاع تاع فريق الرجاء بقيادة رقم 5 اللي هو موحد حسن، دائما هدف مقابل صفر لصالح الرجاء البيضاوي بعد مرور حوالي 20 دقيقة لعب بدون أن نحتسب طبعا الوقت الضايع، وهذا مراد مزيان، لكن بلومي دخل شيئا ما متأخرا، وهذا التدخل القوي طبعا كان معاه خطأ اصطحبه خطأ مما يجبر الحكم إلى الإعلان على المخالفة لصالح مولودية طهران في الوقت اللي نظن رايح يستعد لاعب آخر للدخول في صفوف في صفوف الرجاء البيضاوي، والحارس تاع الرجاء البيضاوي أيد صالح يتلقى هذه الكرة بعد تنفيذ المخالفة. ربما ما شاهدناش اللقطة على الصورة، وفريق الرجاء عنده الكرة الآن. طبعا لاحظ أن فريق مولودية طهران متأثر شيئا ما بعد تدخل الحكم، ومع ذلك فتجربة اللاعبين أمثال بلومي شريف الوزاني مزيان أو سباح تقدر تسمح لهم باش يتجاوزوا هذه الأمور ويوصلوا المبتغى، ويواصلوا كذلك اللعب للحصول على هدف التعادل. هذا والناس يتركها لشريف الوزاني اللي لعب دور كبير حقيقة لربط الخطوط الدفاع والهجوم، في الوقت اللي فريق الرجاء كان اختار الكرات الطويلة من الدفاع مباشرة إلى الهجوم، بحيث مولودية طهران كانت حقيقة متفوقة في وسط الميدان. على كل حال اللاعب متواصل كما قلت، وهذا فوسي في انطلاقه بسرعه، لكن الكره راحت له نظرا للارضيه هذه تاع الميدان، ترجع لشريف الوزاني. شريف الوزاني من جديد الى فوسي في وضعيه جناح ايمن، يشوف سباح في الوسط يحاول باش يمر، و مازال عنده الكره فوسي، يدخل ما بين لاعبين ومانيش عارف الحكم واش رايح يقول. الكره تخرج بعد هذا المحاوله للمرور من طرف فوسي بمراوغات قصيرة، والكرة لصالح المولودية في ترفيه تماس لصالح المولودية. مولودية طهران ممثل الجزائر في هذه المنافسات ومقابلة الذهاب لكأس افريقيا للأندية البطلة، دائما هدف مقابل صفر لصالح الرجاء منذ الدقيقة 8 في هذا الشوط الثاني، واللاعبين تاع مولودية طهران مؤدين دورهم كما ينبغي حسب ما أجمع عليه كل من هو موجود هنا في الملعب. إذا هذا هو الشيء المطلوب، ومازال طبعا بقية الوقت، ومازال مقابلة ثانية هي مقابلة العودة. فريق الرجاء في الدفاع مع سويب مصطفى وموحد حسن، ثم الدفاع تاع المولودية بالمرصاد، وعنده الكرة هذه عن طريق بن حليمة مع لباح. بن حليمة يحاول باش ينفرد في الجهة اليسرى، لكن التمريرة نتاعو سيئة، الشيء اللي يسهل مهمة زراف المدافع تاع الرجاء وزملائه بقيادة حسن موحد رقم 5. بلومي امام زراف، مديح توصل له الكرة، لكن هناك وسط الميدان
حقيقة استراتيجيا متفوق بالنسبة لمولودية وهران. مشري سباح عنده الكرة رقم 8، سباح في اتجاه مشري وبلومي لكن ما وصلتش الكرة، ثقيل شوية سباح نظرا لهذه الأرضية كذلك ثقيلة اللي ما تساعدش اللاعبين. المهم أن الكرة ترجع للدفاع والحارس بركان كراشاي بارودي. نقترب تدريجيا من الدقيقة 25، هدف مقابل 0 لصالح الرجاء أمام مولودية وهران. ترجع من مزيان إلى فوسي في اتجاه شريف الوزاني، فوسي من جديد، فوسي لشريف الوزاني مع مزيان، لكن سوء تفاهم بين اللاعبين تاع مولودية وهران ومهمة سهلة بالنسبة لدفاع الرجاء. هذا المدافع الأوسط حسن موحد، دراس عبد الغني، طويلة كرة طويلة. شوف كاين فرق في اللعب بين الفريقين، اعتماد على وسط الميدان بكرة قصيرة من مولودية وهران نظرا للمؤهلات الفنية للاعبين، وكرة طويلة من فريق الرجاء. كما قال عبد الفتاح الحراق ما كانش ربما نجوم في فريق الرجاء، لكن كاين مجموعة تاع لاعبين ويحاول سعدان طبعا باش يعتمد في هذه الطريقة على الإمكانيات نتاع عناصر فريق الرجاء البيضاوي في مواجهة فريق مولودية وهران اللي ربما كان متفوق عليه في وسط الميدان، ففي نفس الوقت يحاول أنه ما يتركش المجال للمهاجمين تاع فريق الرجاء، المهاجمين الخطيرين أمثال ولدمو رقم 14 وكذلك صالح فنداي رقم 9 قلب الهجوم، وقبل ذلك عبد الرحيم حمراوي رقم 7. يستفيد فريق الرجاء من مخالفة، خطأ ارتكب إذن الحكم سيد بابكر سيني يعلن عن المخالفة لصالح خالد مسلك رقم 3 وفريق الرجاء البيضاوي. مولودية وهران في انطلاقة أخرى مع بلومي اللي حقيقة استرجع إمكانياته، أدى دوره في المقابلة لحد الآن، لكن ما زال ربما اللاعب تواصل ويحاول يفيد زملائه من التجربة تاعه ومن فنياته وتوجيهاته لعناصر فريق مولودية وهران. اللاعب الدولي الأخضر بلومي ومخالفة لصالح الرجاء في منطقة مولودية وهران حوالي 45 متر على مرمى الحارس بركان. نذكر أن فريق مولودية وهران حاضية باستقبال أخوي من طرف الإخوة مسؤولي فريق الرجاء البيضاوي منذ حلول فريق مولودية وهران إلى مدينة الدار البيضاء. فريق مولودية وهران اللي كان أهل نذكر من جديد على حساب الاتحاد من الجماهيرية الليبية في الدور 16 ثم الدور الثمانيني أمام الترجي التونسي 3-2 في تونس، انهزام مولودية وهران وفوز مولودية وهران 3-1 بقوة خلال مقابلة العودة، ثم الربع نهائي انهزم فريق مولودية وهران هدف مقابل لا شيء أمام الموردة السوداني، وفاز بقوة ضاربة 4-0 خلال العودة بوهران. الدور نصف نهائي فريق كاناري ديفيلز من كيتوي بزامبيا يفوز ب1-0 في كيتوي وينهزم بإمطار شباكه ب5 أهداف كاملة في ملعب بوحقل بوهران، 5 أهداف مقابل 2 لصالح مولودية وهران خلال مقابلة العودة. مقابلة هذه وسباح، هدف مقابل 0 لصالح الرجاء في انتظار الجديد والمزيد من مولودية وهران مع مزيان نذكر ماهوش في لياقته نظرا لكونه متأثر من جروح في الركبة نتاعو كما يقال، كذلك عنده لي زاديكتور، لكن مع ذلك المدرب طلب من اللاعب مزيان باش يكون حاضر مع التشكيلة نتاعو ولو انه ماهوش في لياقته. عارفوا الخطورة تاع مراد مزيان. لباح يضيع الكرة، أدفاء وسهلة بالنسبة للحارس بركان. حارس بركان امامه صالح فنداي لاعب سينيغالي المحترف في صفوف الرجاء البيضاوي اللي يدربه السيد رابح سعدان، اللي كان صرح للصحافة انه يعرف جيدا فريق مولودية وهران وانه يحضر الطريقة التكتيكية لمواجهة الفريق الجزائري، لكن لحد الان نشوف ان فريق مولودية وهران مؤدي كما ينبغي دوره كما ينبغي
تدخل قوي على سباح من اللاعب مديح او خالد مصطفى. لاعب سباح تلقى ضربة، كان حقيقة ادى دوره هو الاخر في وسط الميدان بالنسبة للمولودية، ولذلك ربما فاللاعب تاع الرجاء راح مباشرة الى ساق سباح. لاعب توقف من جديد، ودخول رقم 11 في صفوف الرجاء البيضاوي اللاعب الاحتياطي توفيق برطال. سيد بابا كارسيني حكم اللقاء من السنغال، وإعادة اللقطة. شوف راح له لرجله مباشرة، رجله اليمنى قبل تدخل تاع الناس امام نفس اللاعب. تأكدش ان كان هو مديح او رقم 6 سعيد الصديقي، فعلا سعيد الصديقي. واسعاف اللاعب سباح بن يعقوب. ذكرنا مولودية وهران كانت سجلت 14 هدف خلال 6 مقابلات في الادوار ثمن نهائية، ربع نهائية وربع نهائي ونصف نهائي، وتلقى 8 اهداف. وهذا الحكم سيد باكاري صار من السنغال، واللاعب سباح بن يعقوب ما زال متاثر بعد التدخل القوي والضربة اللي تلقاها من سعيد صديقي قائد فريق الرجاء البيضاوي. إذا المعادلة الثنائية هذه صعب التكهن فيها في هذا اللقاء، لكن الحظوظ تبقى كاملة بالنسبة لمولودية وهران، كون النتيجة هدف مقابل 0 لصالح رابح سعدان ولاعبيه. لكن نقدر نقول بأن فريق الرجاء لم يظهر قوة كبيرة كما كانوا أشاروا إلى هذا من قبل زملائنا الصحفيين المغاربة، الشيء اللي ربما يسهل أكثر مهمة المولودية في مقابلة العودة. مفروض التحلي بالرزانة والهدوء والاستماتة في الدفاع للرجوع إلى وهران إن شاء الله بنتيجة مرضية، حتى ولو كانت انهزام بهدف مقابل 0. ودخول العربي الآن لاعب الاحتياطي، العربي رقم 13 ربما رايح يعوض سباح بن يعقوب في وسط ميدان مولودية وهران. اللاعب العربي اللي نذكر في عمره 20 سنة تقريبا، 19 سنة ونصف، أصغر لاعب في مولودية وهران هو عمر بالعتوي. عمر بالعتوي اللي يبلغ من العمر 20 سنة. دخول العربي مكان سباح بن يعقوب اللي طبعا تأثر كثير من الضربة وما قدرش يوصل اللعب، والناس في تنفيذ المخالفة بكرة طويلة، لكن تجمع اللاعبين تاع الرجاء لإبعاد هذه الكرة. زراف كرة طويلة كذلك، والناس أمام سالي فنداي مليحة. شريف الوزاني ممتاز، شريف الوزاني حقا ممتاز. بلومي في اتجاه مشري عنده الكرة، يحتفظ بكورته، يحاول باش يحتفظ بها ومليحة، لكن ما وصلتش المشري، كانت قصيرة شيئا ما. أرضية كذلك ما تساعدش اللاعبين، ومع ذلك فتبقى المجهودات متواصلة من عناصر مولودية وهران في هذا اللقاء الحامل وطيس، اللقاء الصعب، لكن يبقى في متناول الفريق الجزائري فريق مولودية وهران. لباح إلى شريف الوزاني لباح قريب من خط تماس، مرفوعة مليحة، لكن تصطدم بأحد مدافعي الرجاء، وهو ما يعادل ركنية ويساوي ركنية على يمين الحارس أيد صالح سعيد. المقابلة نعتبرها جميلة باعتبار الظروف المناخية مع تهاطل الأمطار. ربما كانت تقدر تكون أحسن من هذا إن كانت الأمطار لم تتهاطل. المهم تبقى المقابلة في حدود المقبول بالنسبة للمستوى، ومجهودات كبيرة جدا من لاعبي مولودية وهران لفرض طريقة اللعب وإنذار ما يعرف علاش للعربي اللاعب الاحتياطي اللي دخل. والله بصراحة ما عرفناش علاش منح إنذار وإنذار آخر. نظن مش عارف سلسلة الإنذارات تتهاطل على لاعبي مولودية وهران من الحكم السيد بكاري صار. مفروض الاحتفاظ بالرزانة والهدوء والأعصاب الباردة أو الدم البارد في مثل هذه المقابلات القارية، مقابلات دولية لأنها مقابلة إفريقية، نهاية كأس إفريقيا للأندية البطلة، المقابلة تاع الذهاب
والسيد بكري صار في جدال وحديث هذه المرة مع بلومي في انتظار تنفيذ الركنية اللي ربما تقدر تشكل خطورة على مرمى أيد صالح حارس مرمى فريق الرجاء البيضاوي. ولكن الدفاع متجمع في صفوف فريق الرجاء. طويلة الكرة هذه، ومفروض أن فريق مولودية وهران يكون عنده حذر أكثر فيما يخص الهجومات المعاكسة السريعة نتاع فريق الرجاء كما كنا شاهدنا هذا من خلال المقابلات السالفة أمام طونير ياوندي مثلا. فرقم 14 ولد مو بوعزة معروف كمهاجم خطير، وكذلك يدخل في إطار منهجية نتاع لاعب نتاع هجومات معاكسة يختارها رابح سعدان من خلال السير نتاع اللعب لما يكون الفريق المنافس ربما أقوى من فريقه أي فريق الرجاء البيضاوي. إذا المفروض على الدفاع نتاع مولودية وهران أنه يتفطن ويكون يقظ لهذه الطريقة، أي طريقة الهجومات المعاكسة والاعتماد على ولد مو أو صالح فنداي. وخالف صالح الرجاء البيضاوي مرفوعة تبقى لصالح فريق الرجاء من رقم 3 أو خالد العربي. مليحة في اتجاه مزيان يراوغ مزيان طويلة، ما عندوش إمكانياته كاملة مزيان. فالحليمة اللي نزل باش يدعم زملائه، والكرة تخش تماس لصالح الرجاء. المفروض أن بن حليمة يبقى في مكانه كقلب دفاع حتى ولو أن النتيجة ما هي لصالح مولودية وهران، ما زال الوقت وما زال مقابلة العودة وربما تتغير الأمور رأسا على عقب. إذا فالظروف تواتي أكثر مولودية وهران لتستقبل في المقابلة الثانية. وتدخل قوي من سويب مصطفى ثم ولد مو والناس ولد مو أمام الباح. السيد بكري صار نظن يمنح انذار بطاقة صفراء، مش عارف إذا كان لسعيد صديقي أو لمديح، لأن التدخل نتاعو حقيقة كان قوي جدا. والضربة تلقاها المدافع الأيسر للمولودية اللباح رزقي المدافع الأيسر 23 سنة ونصف، واللي يتلقى الآن الإسعافات أو لم يتلقاها بعد في انتظار وصول نعم الآن ممرض الفريق. مش عارف السيد بكري صار وش راه يقول، لأننا بعاد طبعا على الموقع ويخرج أو يحاول إخراج الطبيب بتاع الفريق. مش عارف وش راه يطلب الحكم. لاعب متوقف، نحاول أننا نفهم من خلال الإشارات نتاع الحكم ماذا يجري في الملعب. واللاعب متوقف، هدف مقابل 0 لصالح فريق الرجاء البيضاوي أمام مولودية وهران في 9 دقائق الأخيرة من اللقاء. جمهور أو جانب كبير من الجمهور طبعا يشجع فريق الرجاء، لكن هناك أنصار ومشجعي فريق مولودية وهران اللي جاءوا من الجزائر مساندة ومؤازرة للفريق في الوقت اللي لباح الآن. أتمنى أنه يرجع لمكانه ويبقى في موقعه كمدافع أيسر لفريق مولودية وهران. حقيقة الشيء اللي نتأسفوا له أن الحكام عندنا في إفريقيا يرتكبوا أخطاء، لكن واش نقدر نعمل؟ هذا هو الواقع. المهم الاعتماد على اللاعبين وفنياتهم والوصول بالكرة إلى الشبكة. فريق الرجاء في الدفاع ثم تلمس الكرة يد العربي، يد المخالفة طبعا الخطأ ومخالفة لصالح الرجاء مع سويب مصطفى في اتجاه مديح أو فوزي القدميري، ثم في اتجاه الجهة اليمنى وين موجود ذراف عبد الغاني. بن يوسف يرجع الكرة إلى الوراء، لكن تدخل
الباح وكرة لصالح المولودية الآن مع بلومي ثم العربي. مزيان إلى العربي بذكاء. العربي عنده الكرة يراوغ العربي ويزيد يتقدم يبقى راح العربي راح وخروج موحد حسن كاد يتوجه كالسهم العربي نحو الركن نتاع الحارس ايد صالح وكنا ننتظر القذفة لكن في الواقع تباطأ شيئا ما اللاعب العربي وشريف الوزن اللي تلقى ضربة يبقى كذلك واقع لأرضية الميدان. ربما ما شاهدناش اللقطة ممكن أن اللقطة هذه ما شاهدهاش الحكم وكانت بعيدة عن الكرة لكن المهم الآن لباح يبعث الكرة إلى تماس حتى يتمكن طبيب الفريق من معالجة ومعاينة حالة اللاعب شريف الوزاني. الحكم حقيقة بكري صار ليثير سخط وتساؤلات المدير الفني عمار روي. نظن أن شريف الوزاني كان تلقى ضربة لكن يرجع لمكانه ولاعب آخر يتلقى ضربة هو الآخر. حقيقة لا مفروض اللاعبين يلتزموا بالهدوء. نظن بلومي هذه المرة مش عارف إذا كان عبد القادر الشنيوني اللي موجود معي كان شاف اللقطة كما ينبغي أنك تتبع في الكرة. ربما كانت اللقطة هامشية يعني بعيدة على الكرة وما كان يجري في الركن أو المكان الآخر من الملعب. بالفعل محمد حيث اللاعب بلومي وليس شريف الوزاني كان تلقى ضربة في حين الكرة كانت عند اللاعب العربي. كان فيه لقطة بالنسبة لفريق مولودية طهران وبلومي اللي كان بعيد كل البعد على اللقطة تلقى ضربة من أحد المدافعين والحكم مش عارف ما شاهدش اللقطة أو شيء من هذا القبيل. المهم أنه الشيء الملاحظ بالنسبة للمقابلة محمد أنه فريق مولودية طهران اللي كان قدم نتيجة إيجابية في الشوط الأول وكان بإمكانه يسجل على الأقل هدفين. في الشوط الثاني نوعا ما الحكم كان لعب يعني دور سلبي والشيء اللي خلى ربما الاعصاب تاع اللاعبين تاع المولوديه تتوتر شويه وعده انذارات نشوف تقريبا 3 انذارات او 4 لعناصر مولوديه وهران وهذا يعني شيء بالنسبه لحكم اللي يعتبر من احسن الحكام في افريقيا بدر سيل. نشوف اليوم اللي ارتكب اخطاء وخاصه الشيء الملاحظ هو انه قبل ما يعلن على مخالفه يتردد كثير وهذا الشيء يعني غير مقبول من طرف حكم مثل بدر سيل. اذا ما رايحينش طبعا نبقى دائما نتكلم على التحكيم. المهم الكره عند الحارس بركان اللي وجهها في اتجاه المهاجمين تاع فريق مولودية طهران مع مزيان اللي ربما كما قلت لم يؤدي دوره كمهاجم ومساندة لصاحبه او رفيقه اللي هو مشري بشير وهذا راجع مش عارف الان الحكم يقول نعم الكره خرجت. الحكم السيد بكري نعم بكري صار. قلت ان مراد مزيان كان المفروض ما يلعبش لانه متاثر من جروح لكن طلب منه المدير الفني عمار روي باش يلعب. والكرة تبقى لعناصر فريق الرجاء البيضاوي اللي متفوق بهدف مقابل 0 قبل دقائق معدودة من نهاية الشوط الثاني والمقابلة. حسب الساعة اللي عندي تبقى 3 دقائق أو 4 فقط من دون أن نحتسب طبعا الوقت الضائع خلال توقف المقابلة. وفريق مولودية طهران يحاول باش يبحث على الثغرة التي توصله إلى الهدف ما دام النتيجة لصالح الرجاء. هذا العربي عنده الكرة يحافظ على كرته الآن ويوقفها ثم يتقدم كما شفنا ونشاهد مليحة في اتجاه مراد مزيان يقذف لكن سهلة بالنسبة للحارس أيد صالح سعيد اللي كان ينتظر في الكرة كما لاحظنا. ونشوف يتأثر مراد مزيان باين عليه علامات الأثر. لقطة طريفة ومضحكة مدام اللاعب نتاع الرجاء وحده ضيع الكرة. لاعب السنغالي سالي فنداي ضيع الكرة وقع وحده شيء طبعا اللي سهل الأمر بالنسبة لدفاع مولودية طهران بقيادة علي بن حليمة. دائما هدف مقابل 0 في الدقائق الأخيرة وإعادة الميدان مع الحارس بركان كراشاي.
اذا كان احتفظ فريق مولودية طهران بهذه النتيجه او عدلها فطبعا نعتبر ان النتيجه ايجابيه بالنسبه اليه قبل العوده، قبل مقابله العوده في وهران ان شاء الله يوم 15 ديسمبر، اي الجمعه 15 ديسمبر حسب ما افادني بذلك مسير فريق مولودية طهران. مادام الجمعه عندنا يوم راحه في الوقت اللي كان منتظر ان المقابله تجري يوم 17 وهو يوم الاحد اللي هو يوم اسبوع في طبيعه الحال. عندنا بالجزائر فوسي يزيد يدخل في المنطقه، فوسي كان يكون يقذف في الركن، حقيقه خادع الحارس، كان يقدر يسجل هدف في الزاويه اليسرى من مرمى الحارس صالح، وهنا فوسي خادع الحارس لكن في نفس الوقت خادعنا جميع وقذف بالكره. لكن لو تأنى ونشوف الاعاده لكان هدف التعادل لصالح مولودية طهران رغم التدخل القوي من المدافع الايسر خالد، ونشوف كان بكل سهوله فوسي يقدر يسجل لان الحارس كان ينتظر في التمريره الى الزملاء. معليش فوسي على كل حال المقابله متواصله، ودفاع المولوديه المتجمع حاول الان القيام بهجوم معاكس. مليحه مشري عنده الكره، مشري دائما يتقدم يراوغ مشري، لكن واش رايح يعمل امام عدد من المدافعين وكذلك امام التدخل البدني. لكن مفروض ان الاستعداد نتاع اللاعبين يكون يخليهم ينتظروا في مثل هذه التدخلات لباح الى بركان، لان المقابله ما هي سهله بطبيعه الحال وهو الشيء المنتظر، ما هو الشيء يعني نتفاجئ به. وبلومي حاول باش يزيد يقود ويوجه زملائه. مليحه التمريره من بلومي، لكن مشري رايح يبحث على المسانده الان باش ما يمرش مليحه وقذفه كاد الهدف. نعم كاد الهدف لان القذفه كانت قويه، لكن آية صالح حارس مرمى الرجاء قائم بدوره وكان بالمرصاد كان ينتظر في الكره من بلومي. جميع ظن ان الكره راح توجه لاحد اركان وزوايا الشبكه، لكن الحارس آية صالح كان في الوضعيه المناسبه لابعاء او لتصدي وايقاف هذه الكره. مليحه اللقطه الان من مولودية طهران، جميله حقا وذكاء في اخراج الكره كما نشاهد بتمريرات قصيره وبناء عمليه هجوميه. الان من مزيان مراد يحاول باش يراوغ، لا يفضل الوجود العربي، لا 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 لو تأنى العربي واحتفظ بكرته وحافظ عليها لحافظ في نفس الوقت على الأسبقية والأفضلية لهذا الحملة اللي أثارت طبعا انتباه طاقم مولودية طهران ووقوف الجميع في هذه اللحظات الأخيرة من المقابلة بعد ما ضيع فريق مولودية طهران حقيقة فرص ثمينة وثمينة جدا في هذه اللحظات الأخيرة من المقابلة. يبقى اللاعب مركز في وسط الميدان، فريق الرجاء عنده الكرة عن طريق رقم 3 اللي هو خالد. يتأثر فريق الرجاء حسب ما يبدو من المجهودات اللي بذلوها اللاعبين في الدفاع، مادام فريق مولودية طهران كان أكثر اعتماد على الهجوم، ونشوف كيفاش يتحرك وبهدوء شيئا فشيئا حتى يوصل لمنطقة 18 متر نظرا لتجمع عناصر فريق الرجاء في حدود منطقة 18 متر للحارس آية صالح سعيد. من بن يوسف إلى فوسي راح وحده باش يكون في انتظار تمريرة، لكن فريق مولودية طهران عن طريق وسط الميدان مع بن يوسف يفضل إيصال الكرة إلى مزيان استجاه فوسي، والدفاع بالنسبة للرجاء مباشرة إلى الحارس آية صالح سعيد. ثم كرة في الوسط، لكن فريق مولودية طهران شوف كيفاش يفرض التفوق نتاعو في وسط الميدان بكل وضوح ويبعد هذه الكرة، لكن في انتظار الهجوم. وفوسي إلى شريف الوزني، طاهر إلى لباح بن حليمة، تمريرات قصيرة محكمة. بلومي اللي يصبح الآن على الجهة اليسرى ويوقف كورته. نعم ذكاء كبير، مخادعة اللاعب بطريقة فنية من بلومي وتصفيقات الجمهور وفوسي. ثم الحكم السيد بكري صار يعلن على نهاية المقابلة، وفرحة عند عناصر مولودية طهران وكذلك طاقم مولودية طهران التقني والأنصار نتاع الفريق، لأن النتيجة هدف مقابل 0 تعتبر نتيجة إيجابية. نشوف فرحة الإخوة